23 يوليو 1952 نجحت في انها تلغي الملكيه ونجحت في القضاء على الاقطاع. يعني باختصار لو قال لي ايه الشبه، خد بالك انا بتكلم على الشبه، لو قال لي ايه الشبه بين الثوره الفرنسيه وثوره 23 يوليو 1952 هقول له الشبه ان هما الاثنين نجحوا في تحقيق انجازات سياسيه واجتماعيه. سياسيه اللي هو القضاء على الملكيه، واجتماعيه اللي هو القضاء على الاقطاع. وانا باكد ان ثوره 23 يوليو كان من ضمن اهم مبادئها المبدا الثالث والمبدا الرابع. المبدا الثالث القضاء على الاقطاع، والمبدا الرابع هو اقامه عداله اجتماعيه، وده احنا كنا متاثرين بيه بافكار الثوره الفرنسيه. ده الشبه بين الثورتين. طب لو انا عايز اختلاف سهل يعني ما فيهوش حاجه، قال لي اختلاف مهم جدا. ثوره فرنسا كانت ثوره دمويه. ثوره فرنسا هي ثوره دمويه انتهت بمقتل الملك